السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيلة أم محمود وأخوات أم محمود، ربنا يخليكوا ليا. أحلى عيلة وأحلى أخوات. هنعمل حاجة كده، ما تقوليش بقى لا بسبوسة ولا هريسة ولا أي حاجة تخطر لك على بال. أحلى من أحلى من الحلا نفسه. حاجة كده ببلاش والله يا جماعة. هتقولي ببلاش يا أم محمود، هو في حاجة ببلاش؟ دي تعتبر ببلاش بالنسبة للي احنا فيه. حاجة كده جميلة وسريعة وسهلة. حاجة كده ملهاش حل غير انك انت تعمليها. شوفي بتتقطع ازاي يا جماعة، فاخر من الاخر. هتفتخري بيها وتحسي ان انت عملت حاجة فوق الخيال خيال. اي بجد والله مش هتبطلي تعمليها. اللايك واشتراك وسبسكرايب لمطبخ ام محمود، وتشترك على زر الجرس يبقى اشتركت على مين كلمة اشتراك. شيريه لعيلتك واصحابك واهلك وناسك. معانا كيلو بطاطا وحته عليه كمان، يعني كيلو بطاطا وحته كمان. غسلناه ونشفناه وظبطناه وخليناه اخر حلاوه. واخدين بالكم؟ وهنعمل فيه ايه؟ تجيب البطاطا تكون حلوه وتروقي عليها كده وتقشريها. نقشرها ونقطعها زي ما بنقطع البطاطس بالظبط، مكعبات، اللي هي البطاطس اللي هي البطاطس اللي احنا بنطبخها يعني. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم انتوا معايا ازاي؟ شوفوا بقى هنا هنقطعها. وبعد ما نقطعها اقول لكم، شوفوا بمسك بلبس المعصم، راح صباعي داخل فيه كده في الحته دي، هوب راح. كان هو بصوا، واخدين بالكم؟ مش هكمل لكم بعد كده، انتوا عارفين كل حاجه. ايوه، حاجات كده ولا يظبطها ولا مش ظبطها الا ام محمود، بس هي اللي بتظبط الاداء في الكلام ده. واخدين بالكم؟ قطعناها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. واخد بالك كنت ازاي؟ مش شرط بقى مكعبات تكون متساويه او مش متساويه، المهم ان انت هتقطعيها ايه؟ مكعبات. تمام كده. بعد ما تقطعها مكعبات مش هتغسليها، لانك انت كنت غسلاها ومنشفاها ومخليها اخر حلاوه. ربنا يصلح ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا جبنا الوك يا جماعه، حطينا عليها كم معلقه سكر؟ 3. كل واحد بيحط الحلو اللي هو يعني. وهنا نص مج ميه اللي احنا بنشرب بيه الشاي. حط 4، تحط 5. الحلاوه دي اللي انت بتحبيها، مفيش احسن منكم يا حبايبي والله العظيم اخواتي هنا مج ايه؟ نص مج سكر. هنا نص مج، عايزه تخليه بردك مج انت براحتك. نص مج سكر. وهنحط عليه قد ايه بردك؟ مج الا ربع ميه، مج الا ربع ميه. او تحط نص بردك عادي، مفيش مشكله، يعني نص ونص او مج الا ربع. تمام كده. هنعمل ايه يا ام محمود؟ هنعمل السيرب او الشربات. تمام كده. وهنرفعه على النار، هنشوف هنرفعه. هنا معانا الايه؟ البطاطس. البطاطس والله العظيم البطاطا. وبعد البطاطا تغلي، اول ما تغلي تروح موطيه عليها زي ما انت شايفه كده. النار تبقى اقل من المتوسط بشويه عشان ما تتلسعش منك. تمام كده. ولما تيجي تقلبيها ما تقلبهاش ايه؟ بعفويه جامده منك كده، عشان ما تت ايه؟ ما تتهريش منك بالسباتيلا. وهنقلب من فوق لا المقصوصه. واخدين بالكم؟ هنا في الشربات هنحط ايه؟ نقطتين ليمون او ملح ليمون. بعد ما هنا في الاخر خالص هنحط ايه؟ وانا هقف عليه بياخد معاكي بالظبط بتاع 10 12 دقيقه. هنحط شرب بتاع اسمها فانيليا. هنا معلقتين سمنه بلدي حلوين كده والله يا جماعه، فاخر من الاخر. معانا هنا 3 معالق او 4 جوز الهند. جوز الهند يا جماعه. واخدين بالكم؟ وهنحط عليها مج سميد بسبوسه من اللي هو السايب من عند العطار، مش اللي هو مكيس، سايب يكون خشن شويه. يبقى 3 او 4 معالق جوز الهند، او مج ايه؟ سميد بسبوسه. تمام. وهنقلبه شويه كده. وبعد ما هنقلبه شويه مش هنخليه لا ياخد لون خالص. هو انت على نار هاديه وتروحي مقلباه زي ما انت شايفه كده. اللهم اصلح ما بين ايديكم ويجعل عملنا في ميزان حسناتنا. وهنحط كمان حته ايه؟ زبده. هنا هنقلب البتاع، بوريكم هي عملت ازاي. خلاص هي قربت. بنجيب الايه؟ ايوه، البتاع السيليكون ده اللي انتوا شايفينها، اللي هي زي المقصوصه ده. ايوه هي دي. واخدين بالكم؟ وهتقلبي بها من فوق لتحت. انما تقلبي بالمعلقه لا، مش هنقلب بالمعلقه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم. هنشير لعيلتنا واصحابنا وكل الناس. واخدين بالكم؟ اللهم صل على النبي. عايز اللايك والشير يا جماعه. الفيديوهات والله بنتعب فيها وتستحق منكم اللايك والشير. هنا هشوف بقول لكم اتهرست كده خلاص. هنا هنهرسها وهي سخنه، مش هتبردي تحت حنفيه. هتاخدها زي ما هي كده ونروح ايه؟ هرسينها. ونحط عليها معلقه زبده ومعلقه قشطه، لو متوفر عندك قشطه من اللي هي بتاع وش اللبن، او قشطه
بتاع الماركت اللي هي بتاع العلب دي. هنا هنجيب السميد البسبوسه اللي احنا عملناه ونحطه نقلبه عليه، ومعلقه شاي ممسوحه بتاع اسمه ايه بيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات، ومج ايه لبن يكون فاتر شويه دافي يعني بمعنى اصح. وهنا دهنا الصينيه وهنفردها. شوفوا عمل الصينيه، انا عملت في الصينيه اللي هو القالب اكبر قالب. انا عايزه القطعه بتاعتها زي ما انت شفتها كده، انت عايزاها اضخم من كده حط في صينيه اصغر من كده، انما انا حطيتها في اكبر صينيه، ورحت مقطعه على وشها ايه الزبده زي ما انتم شايفين قطع كده. تمام كده. وهتزيها زي ما انا بنزها. هنا يا جماعه انا عملت لها منظر كده جزاها الله خير، اللي انا شفتها عملت الرسمه دي صراحه يعني. ربنا يجعله في ميزان حسناتها. والله ما انا عارفه قناتها اسمها ايه، بس ربنا يجازيها خير يعني. انما انا صينيه البسبوسه دي انا بعملها من زمان. البطاطا انا بسميها الهريسه، واخده الهريسه الدمياطي كمان، لانها راقيه جدا وبنت ناس ومتدلعه اللهم بارك. هنا هنعمل المنظر ده كده، حبه تسيبيها ساده مفيش مشكله اوكي، حبه اعملي لها علامات دي برضك عكس عكاس، يعني المعلقه في وش مره وفي الظهر مره عكس عكاس. واخدين بالكم؟ بنخرج احلى ما عندنا عشان انتوا تعملوا الحاجه وتبقوا مبسوطين، وبنقدمش الا المصداقيه على القنوات بتاعتنا. والله العظيم يشهد الله على دي. كده بعد ما ما عملنا زي ما انت شايفه كده اشكال كده، واخدين بالكم؟ انا كده مولعه الفرن. الشبكه بحطها على اخر رف اللي هو قريب من القاع من تحت. تمام كده. هنا بقى كنت زهقت بيني وبينكم، ادي اي حاجه بقى بصراحه، ما عنديش طول بال الموضوع ده، واخدين بالكم؟ بس كان منظرها تحفه. حط اللايك، ما تنسيش اللايك حبيبه قلبي، حبايب قلبي، اخواتي رجاله وبنات وشباب وصغيرين كلكم كبار مقاموا على راسي. تمام كده. هنا بقى حطينا السمنه زي ما انا قلت لكم. بعد ما شكلناها كده هنحط زبده. دي زبده يا جماعه، واخدين بالكم؟ حطيناها عشان تديها منظر كده حلو يعني. تمام كده. كده انا مولعه الفرن، دخلتها الفرن، وبعد ما دخلتها الفرن عملت الشربات. يا اما تحطي عسل كلوكوز لو في الامكان، او معلقتين عسل نحل، كده او كده ماشي الحال، لا ده ولا ده، كده زي العسل بردك يا جماعه. ربنا يصلح ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين. صلي على الحبيب قلبك يطيب والبركه تزيد. حاجه كده فاخر من الاخر، هتباها بها قدام الناس وعيلتك وكل واسرتك كلها، وهتدي كل حبايبك منها. هنقطعها عادي كاننا بنقطع البسبوسه. هنا حطيت من على الوش من فوق جوزة الهند يا جماعه، معلياها